بيظهر في بداية الفيلم ديناصور اسمه هنري ومراته، وعندهم مزرعة صغيرة وبيهتموا بيها جدا. وجات اللحظة اللي هيفقس فيها البيض، ومرات هنري بتندع عليه علشان يشوفوا اللحظة دي سوا. وبتفقس أول بيضة وبتخرج منها لبي، والبيضة التانية بتفقس وبيخرج منها باك. والأب كان منتظر البيضة الكبيرة أكيد هيطلع منها ديناصور ضخم، بس بيطلع فيها ديناصور صغير جدا وكان خايف يخرج أصلا، وبيسموه أرلو. وبتكبر الديناصورات وبيساعدوا أهلهم في المزرعة، لكن أرلو كان مختلف عن أخواته وكان جبان جدا، وكان بيخاف من الطيور لما بيروح يأكلهم وبيجري منهم. وأبوه بيلحقه على آخر لحظة قبل ما يقع في النهر وبيقول له ما تخافش منهم. والأب بيعمل صومعة كبيرة وبيخزن فيها كمية كبيرة من الأكل تكفيهم طول فترة الشتاء، وبيعمل علامة على الصومعة برجله هو ومراته. وبيقول لولاده إنهم في يوم من الأيام لما يعملوا إنجاز كبير هيستحقوا إنهم يسيبوا علامة زي علامته على الصومعة. وبتعدي الأيام وبيكبروا، وباك وليبي بيشتغلوا في المزرعة وبيستحقوا إنهم يحطوا علامة على الصومعة، على عكس أرلو اللي لسه جبان زي ما هو وبيخاف من الطيور ومعرفش ينجز أي حاجة تخليه يستحق إنه يحط علامة على الصومعة. فبيتضايق جدا من نفسه وبيقرر إنه يتغلب على خوفه، وبيروح للفراخ بس بيلاقي أخوه وقع على الأرض وبيمثل إنه بيموت بسبب هجوم الفراخ عليه. وأرلو بيكتشف إن باك بيعمل فيه مقلب، وأرلو اتضايق جدا وقال لهم أنا مش عاوز العلامة الغبية بتاعتكم دي. فالأب بيقرر إنه لازم يتدخل علشان يعالج مشكلة الخوف اللي عند أرلو. فبيصحي أرلو بالليل وأخده على جنينة بعيدة، وكانت الدنيا ضلمة جدا وأرلو كان خايف جدا. وبابا قال له ادخل وسط الزهور، وبيدخل أرلو هو مرعوب، وبتظهر له حشرة فجأة وبتقف على وشه، وأرلو بيخاف أكتر. فوالده بيهديه وبيقول له لازم تقضي على الخوف اللي جواك علشان تشوف الجانب الحلو. والحشرة بتنور وكان شكلها حلو جدا، ولما اتحركوا ظهرت حشرات كتير جدا بتنور، وبيفرح أرلو جدا وبيلعب هو ووالده سوا. وأرلو كان في قمة سعادته. وتاني يوم الصبح بيقول هنري لأرلو إن في حد سرق الأكل بتاعهم من الصومعة ولازم يمسكوا اللي عمل كده وبيعملوا له فخ. وبيقول هنري لأرلو إنه لو نجح وقدر يمسك اللي بيسرقهم هيقدر يحط علامة على الصومعة. وأرلو فضل يحرس الصومعة طول اليوم لحد ما بيسمع صوت جاي من عند الفخ، وبيروح هو وخايف وبيلاقي طفل صغير، والطفل كان بيحاول يخرج. وأرلو عمل حاجة غير متوقعة، فك الطفل وسابه يمشي. وأبوه بيجي وبيتعصب عليه وبيزعق له علشان ساب الطفل يهرب منه. وهنري بياخد أرلو وبيروحوا يدوروا على الطفل وبيمشي ورا آثار أقدام الطفل. وأرلو كان خايف إنهم ما يعرفوش يرجعوا بيتهم تاني، فأبوه قال له طالما ماشيين جنب النهر مش هنتوه عن البيت، وإنهم لازم يلاقوا الطفل ده بسرعة قبل ما المطر يمسح آثار أقدامه. فأرلو تعب وما كانش قادر يكمل، فأبوه بيعتذر له إنه ضغط عليه وإنه كان هدفه إنه يخلصه من خوفه، وبيقول له يلا بينا نرجع على البيت. وهم وراجعين بتحصل عاصفة قوية جدا، وهنري بينقذ ابنه وبيرفعه فوق الصخور وما عرفش ينقذ نفسه، والمية بتاخد هنري وللأسف بيموت. ورجع أرلو البيت لوحده. وفي يوم الأم بتتعب هي وبتشتغل، وبتقول لأرلو إنه لازم يشد حيله في الشغل أكتر، لأنهم لو ما خلصوش قبل موسم التلج مش هيلحقوا يخزنوا أكل يكفيهم طول الشتاء. وأرلو هو وبيحط المحصول في الصومعة بيكتشف وجود الطفل في الصومعة، وبيتغاظ منه جدا وبيجري وراه وبيتهمه إنه السبب في موت أبوه. وبيقع أرلو في المية والمية بتسحبه بعيد، ولما فاق لقى نفسه بره النهر وفي مكان غريب وبعيد عن مكان بيتهم، وكان مش قادر يقوم. وبيشوف الطفل وبيستجمع قوته وبيطلع له فوق الصخور وبيقول له يلا انا كان لازم اموتك من الاول. بس الطفل اصلا مش بيكون فاهمه وبيسيبه ويمشي. وارلو ما بيعرفش هو فين، بس بيفتكر كلام ابوه لما قال له طالما هو شايف النهر هيقدر يوصل للبيت. وهو وماشي كان جعان، فكان بيحاول يوصل للتوت اللي على الشجرة بس معرفش، وحاول كذا مرة لحد ما وقع ورجله اتزحلقت بين الصخور. حاول كتير انه يطلعها بس معرفش، وفضل يعيط ومن التعب بينام. ولما بيصحى الصبح بيلاقي حد حفر له حفرة في الأرض وخرج له رجله منها. وبيرجع أرلو يمشي جنب النهر مرة تانية والدنيا بتمطر، وبيجمع أغصان الشجر عشان تحميه من المطر. وفجأة أرلو بيشوف الطفل ومعاه سحلية وبيحطها على الأرض عشان ياكلها، وأرلو ما فهمش هو عاوز منه إيه. وأرلو بيقول له يلا امشي من هنا أحسن لك، وبيروح يجيب له حشرة تانية وأرلو بيرميها بعيد لحد ما الطفل بيجيب له التوت اللي على الشجرة وبيحطه قدامه وبياكل منه أرلو وبيعجبه جدا. وبيقول للطفل لما تجيب لنا منه تاني ولا أقول لك ودينا عند الشجرة نفسها. ولما بيوصلوا للشجرة الطفل بيمنعه إنه ياخد منها، بس أرلو ما بيسمعش الكلام وبيروح ياكل منها. وبيظهر له تعبان ضخم وأرلو بيقع من على الجبل وبيهجم الطفل على التعبان والتعبان بيجري بعيد. وفجأة أرلو بيسمع صوت حد بيقول له إنه كان بيراقبه وفاكر إنه هيموت، بس الطفل أنقذه.
وبيظهر له ديناصور ضخم ومعاه حيوانات كتير، وبيقول له إنه عايز الطفل ده علشان يحميه، وبيسأله هو اسمه إيه. أرلو قال له أنا معرفش اسمه إيه. فالديناصور بيقول لأرلو خلاص احنا كل واحد فينا ينادي عليه باسم، ولما الطفل ينتبه للاسم اللي يعجبه هيكون الطفل من نصيبه ويكمل معاه. فأرلو لما بينادي على الطفل باسم سبوت الطفل بيبص عليه، وبكده الطفل هيكمل مع أرلو، والديناصور بيطلب من أرلو إنه يحافظ على الطفل. وبيكمل أرلو رحلته في البحث عن عيلته ومع سبوت، وهم وبيلعبوا بتظهر لهم سناجب وأرلو بيخاف منهم، وبيحاول سبوت إنه يهديه بس أرلو بيقع في النهر، وسبوت بيعلمه إزاي يعوم. ولما جه الليل أرلو ورى سبوت الحشرات اللي بتنور، وبيلعب مع سبوت وافتكر والده، وقال لسبوت إن عيلته وحشوه قوي، بس سبوت ما كانش فاهم كلامه. فأرلو حاول يوصل له معنى كلمة عيلة، وسبوت فهم ورسم دايرة ما فيهاش غيره، وإن والده ووالدته مش موجودين معاه. وسبوت بيطبطب على أرلو وبيناموا لحد الصبح، وبتيجي عاصفة قوية وبتخليهم يمشوا بالعافية. وأرلو افتكر اللي حصل لوالده وبيخاف ويجري يستخبى في مكان بعيد، ولما العاصفة وقفت سبوت دور عليه لحد ما لقاه. وأرلو لما لاحظ إن النهر مش موجود اتضايق جدا وحس إن كده مش هيعرف يرجع لأهله. وأرلو بيشوف طيور فبيسألهم عن مكان جبل، وبيقول لهم إنه بيته هناك. فرد عليه طائر من الطيور دي وقال له تمام هنساعدك، بس هنساعد الحيوانات اللي اتصابت بسبب العاصفة وبعدين نساعدك. وأرلو ساعدهم إنهم يخرجوا حيوان كان موجود تحت جذع شجرة، ولما طلعوه أرلو اتصدم لما أكلوه. فأرلو خاف جدا منهم، ولما بص ورا لقى سبوت مستخبي، وأرلو حاول يهرب منهم بس الطيور بتحاصره وقالوا له هنقولك على مكان الجبل فين بس تقول لنا الأول على مكان الطفل فين. فأرلو حاول يتوههم وأخد سبوت على ظهره وجري بيه، واتفاجئ أرلو بوجود ديناصورين كبار جايين عليهم. بس المفاجأة إن الديناصورين دول ساعدوا أرلو وأنقذوه من الطيور اللي كانت بتطاردهم. وبيطلب أرلو من الديناصورين إنهم يساعدوه يرجع لبيته، لكن بيظهر ديناصور تاني ضخم وبيطلع أبوهم وبيقول له إنهم تاهوا من القطيع بتاعهم. فأرلو بيقول له إن سبوت حاسة الشم عنده قوية جدا ويقدر يوصلهم للقطيع بتاعهم وهيساعدهم مقابل إنهم يساعدوه يرجع لبيته. وبالفعل بينجح سبوت إنه يوصلهم لطريق القطيع، ولكن اكتشف وجود صيادين في المكان. فالديناصور الكبير بيطلب من أرلو إنه يروح عند صخرة وسط التيران ويصوت بصوت عالي جدا، والتيران بعدها هيهجموا على الصيادين. وبالفعل بيروح أرلو لعند الصخرة بس كان خايف طبعا، لكن سبوت بيعضه في رجله وبيخليه يصوت بصوت عالي. بس فجأة بتظهر له الحيوانات المفترسة وأرلو كان هيموت من الرعب، بس الديناصورات لحقت أرلو وبيستخبى ورا صخرة وبيشوف الحيوانات المفترسة بتهجم على واحد من الديناصورات. فأرلو بيتشجع ويجري ينقذ الديناصور، والديناصور الكبير بيخلص على الحيوانات المفترسة وبينجحوا إنهم يرجعوا القطيع. وبيقعدوا بالليل مع بعض والديناصورات بتشكر أرلو على مساعدته ليهم. وأرلو اكتشف إنه متعور، فبيقول له الديناصور الكبير إن التعويرة دي هتكون علامة على شجاعته وكل واحد فيهم عنده علامة زيها. وفضلوا يتكلموا عن مغامراتهم وشجاعتهم في مواجهة الحيوانات. فأرلو قال لهم والدي كان زيكم كده شجاع وما بيخافش على عكسي أنا جبان. فالديناصور الكبير بيرد عليه ويقول له مفيش حد ما بيخافش، لأنه طبيعي أي حد عايش يكون خايف، لكن أنت لازم تتحدى خوفك ده وما تستسلمش ليه. فأرلو عجبه الكلام ده جدا. وتاني يوم بيتحرك القطيع وهم بيوصلوا أرلو لعند النهر. الديناصور الكبير خلى أرلو يقود القطيع، ولما بيوصلوا لعند النهر أرلو بينبسط جدا وبيودع القطيع وبيجري بكل فرحة لناحية بيته. بس قبل ما بيوصل الدنيا بتمطر وبتظهر لهم الطيور المفترسة من تاني، وبياخدوا سبوت ورموا أرلو من فوق الجبل. بس أرلو وقع على أغصان الشجرة وتخيل إن والده عايش وبيفكه. وبيقول أرلو لوالده إنه عايز يساعد سبوت لأنه بيحبه جدا وكمان ساعده كتير، بس هو خايف. فوالده قال له إن الشجاعة جواه وإنه لازم ينقذ صاحبه. فبيفوق أرلو وبيفك نفسه وجري علشان يدور على سبوت وينقذه، وبيلقاه وبتكون الطيور عاوزة تاكله وبيواجههم بكل شجاعة. وأرلو بيعمل الصوت قوي جدا يخوف بالطائر اللي عاوز ياكل سبوت، وسبوت بيعض الطائر وبيطير لبعيد. وبتيجي عاصفة قوية وسبوت كان في نص النهر، فبينط عليه أرلو علشان ينقذه، لكن العاصفة كانت قوية. بس أرلو بيلحق سبوت وبينقذه في آخر لحظة، وبيطلعوا بره النهر وبيكملوا طريقهم. وبتحصل مفاجأة إنهم بيقابلوا أهل سبوت، وبيفرح سبوت إنه بيلاقي أهله، لكنه بيروح لأرلو وبيطلع على ظهره، لكن أرلو بينزله تاني لأنه لازم يفضل مع عيلته.
وبيودعوا بعض وبيوصل أرلو لعيلته أخيرا، وأمه بتحضنه وبيفرحوا برجوعه وبتلم شمل العيلة من تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وأشوفكم في ملخص جديد.